هل تعلم أن أول من صلب من المسلمين هو خباب بن عدي الذي قال له أبا سفيان ماذا تتمنى لو أن محمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فقال لا أتمنى أن يصاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. شوفوا على تضحية وعلى إيمان وعلى دين. فتعجب أبو سفيان وقال ما رأيت أحدا يحب محمدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الموضوع يا أحبتي أن الإنسان يضحي في سبيل هذا الدين، في سبيل الإسلام بكل شيء. ولا أجمل شيء في هذه التواصل الاجتماعي أن الإنسان يذكر الناس بالله عز وجل، يذكر الناس بالدين، يذكرهم بالصلاة، يذكرهم. فقد قلت الناس المؤمنين، قلوا الناس الصالحين، ولهذا الناس تحتاج إلى من يرويهم حب ويشجعهم على أنه يستمروا في نشر الإسلام وتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس نحاول حتى نموت إن شاء الله في سبيل الله. وعندما حاولوا نعود إلى القصة، وعندما حاولوا قتله قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، هذا وإن يشاء يبارك على كل شرء ممزع. لا خوف ولا قوة. الإسلام لا يقبل الجبناء. ضروري أنك تضحي، تلبس راسك، تدافع عنه، تدافع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تدافع عن أمهات المؤمنين. ولعن الله كل من أراد بهذا الدين السوء وأخزاه، ونصر الله من نصر الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.